بس فاتت بيروت بير على السوق كان واضح انه ما بدها تتحدى الماظة بطريقة مباشرة، بالعكس اختارت استراتيجية التمرد باسلوب حضاري، اعلنت شبابية جريئة وباسلوب عصري وحديث بيحكي لغة الجيل الجديد. حملات بيروت بير كانت عم بتركز على نقل الهوية المحلية من اسمها بيروت، كأنها عم تنقل صوت المدينة. Listen. بيروت very good. ما في أحسن. بيروت الصبح، بيروت الظهر. فرجت الحداثة والتنوع عبر صور شبابية، موسيقى، لقطات سريعة، ورسائل عن الحرية والتعبير. الغسالة بدها تصليح، الطاقة ما بتحمل منيح. طبعاً السخرية من الماظة كانت غير مباشرة من دون ذكر اسمها، بإعلانات بتفرجي الفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد، وبتختمها بكاس القديم والجديد. يعني ميكانيسيان بس مهندس. كاس القديم والجديد. بيروت بير صار وقتها. كأنه قصدهم صار وقت التغيير، الماظة بتمثل الماضي ونحن منمثل المستقبل. فرجت مشاكل الجيل الجديد من سيناريوهات يومية منعيشها كلنا، وأكيد بدورها واكبت المونديال. بس واجهت تحدي كبير، كيف منخلق ولاء لبراند جديدة بسوق بقدس العادات. حكت عن هالعادات بالذات وما نكرت التاريخ العريق والقديم للماظة، بس أكدت أنه صار وقت تدوقوا شي جديد، وهيك طلعت دعاية كل يوم مجندرة. بس في نهار عزمت أنا عند رفيقي على العشاء، هونيك دقت شي جديد. بيروت بير صار وقت تجرب شي جديد. هذا الإعلان لبيروت بير يتضمن كلمة مجدرة، المقصود بها وصف المنافسة، بما أنه مش مسموح نسمي الأشياء مثل ما هي. ريسبكت. ومش بس هيك، كسرت بيروت بير الفكرة التقليدية عن إنه البيرة مشروب للصيفية بس، وطلعت بحملة بيرة بالشتوية كمان. بيروت بير، بيرة بالشتوية كمان، صار وقتها. وكسرت سعر الماظة وباعت بيرتها بسعر أرخص. ولما الماظة عملت البيرة الروزيه، ردت بيروت بير عليها وقالت بدل ما نلونها زهر تركنا البيرة أصلية. وأكيد ما تنسوا إعلان الوحدة الوطنية وكاس القديم والجديد، وأكيد استخدموا انفلونسرز بس بيشبهوا الجيل الجديد. طيب وشو عملت الماظة؟ Go to part 3.